مواطن باعتباره المستفيد والمعني من جانب آخر علينا مسؤولية مشتركة، لأنه أبناء المؤسسة الحكومية العاملة في هذا المجال هي تمارس عملها نيابة عن المواطن وليس مقابل المواطن. جميل. ولذلك منطلق هنا بأنه نحن كمواطنين أينما كانت مواطن مسؤوليتنا، باعتقادي أنه واجبنا أن ننطلق من إدراك عميق لتبعات هذه الظاهرة. نعم. نحتاج إلى عمالة ونحتاج إلى عمالة وافدة. نعم. وبالتالي إذا أحسننا الاختيار وحددنا الاختيار في حدود الاحتياج الفعلي. نعم. وأدركنا استمرارية العلاقة وصفتها المستمرة وبنفس الوقت كافة ما يترتب عليها، في اعتقادي أنه هنا يأتي معنى المسؤولية. جميل جدا. أنا أدعو المواطن أن يعيد النظر موقفه ونظرته للموضوع من منطلق المواطنة. بالنسبة للطرف الآخر اللي هو الوافد يجيء للعمل في هذه البلاد لأن البلاد تحتاج إليه. ونحن من أجل حاجتنا إليه نعطيه، نسمح له بالقدوم ونحاول بكافة ما لدينا كحكومة من أجهزة أن نيسر ونسهل له البقاء والعمل المريح. جميل جدا. الحقيقة أنا أود أن أتوقف عند كلمة واحدة قالها الدكتور العواجي، وهي إذا أحسن الاختيار، المواطن عندما يحسن الاختيار في استخدام القوى العاملة وفي استخدام القوى الوافدة. لأنطلق منه إلى سؤال للأستاذ يحيى. في الواقع أود أن أسأل سعادة الأستاذ يحيى عن مستوى العمالة الوافدة في مختلف القطاعات التي تأتي إليها هذه العمالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة على السؤال هذا راح أبدأها بما ذكر الدكتور العواجي. نعم. فيما يتعلق بتحديد الاحتياج. نعم. والواقع أن هذا مهم جدا، وهو ينعكس على المستويات العمالة الوافدة بصفة عامة. نعم. فالاحتياج، تحديد الاحتياج يجب أن يتم عن طريق حاجة صاحب العمل. نعم. أي غربلة الوظائف الموجودة لديه. نعم. ثم دمج الزائد منها مع الآخر حتى أنه يتقدم بأعداد معقولة وتعكس الاحتياج الفعلي لمؤسسته. نعم. فمستويات العمالة الموجودة الآن، بما أن صاحب العمل يستقدم دون ما يلجأ إلى موضوع تحديد الاحتياج. نعم. سببا في أنه أضخم المؤسسة بالعمالة. نعم. ولذلك لن يستطيع أن يحصل على المستوى الإنتاج المطلوب الذي يتوائم مع التكلفة، مع تكلفة الأجور لمؤسسته. نعم. هذا من حيث تحديد الاحتياج الحقيقة. الموضوع الآخر أيضا حسن الاختيار، وأيضا إذا سمح لي الدكتور أعلق على موضوع حسن الاختيار. فحسن الاختيار ينطلق من مسؤولية صاحب العمل تجاه من يختارهم. هل اختيار هذا بنفسه أو عن طريق وكيل؟ إذا كان الاختيار من نفسه فهو راح يحسن الاستجلاب اليد العاملة التي يرى أنها تناسب المؤهلات المطلوبة. نعم. أما إذا أوكل المهمة لمدير وحدة توظيف عنده مثلا، أو واحد وكيل في الخارج. نعم. كما يحدث الآن، فقطعا سوف تفد له العمالة التي ليست بالمستويات المطلوبة. نعم. نأتي لموضوع المستويات الحالية الآن. نعم. وأنا أردت الحقيقة أوضح المدخل من أجل أنه نصل إلى موضوع التقييم التقديري للمستويات الإنتاجية، مستويات الإنتاجية نتكلم عنها. للأسف أنه العمالة بصفة عامة الموجودة عندنا لا تؤدي الإنتاجية المتوقعة، ولو أن التوقع متدني في كل الأحوال من أجل الاحتياط. كل صاحب مؤسسة
يعتمد على يد العاملة الأجنبية يجنح إلى أنه يحدد مستوياتها بأدنى مستوى من أجل أنه يضع الترتيبات بحيث يشحذ إنتاجيتها في المستقبل. نعم. وهذا عائد تحديد المستويات عائد لمرة أخرى لعدم توفقه في تحديد الاحتياج، ومن ثم أيضا عدم توفقه في اختيار الأشخاص. نعم. الآن الملاحظ من خلال الإحصائيات اللي بنسويها على العمالة المتواجدة، وجدنا الأمية متفشية فيها. حوالي 55% من العمالة الوافدة أمية. بطبيعة الحال التدريب يقل عن ذلك بقليل، يمكن يصير 45% من العمالة الوافدة غير متدربة. معنى هذا أن نحن نستقبل أشخاص ليسوا متدربين بالمعنى المطلوب وبينهم الأمية المتفشية. هذا الحقيقة يعني المحظور القائم الآن. نعم. الحقيقة يعني هذا يطرح علينا سؤال من مبدأ اقتصادي بسيط جدا. يعني أليس من مصلحة المستخدم صاحب العمل أن يأتي بالعناصر الكفاءة، أصحاب الكفاءات والجديرة بالعمل، بحيث يكون مردودها الاقتصادي هذه الفئات من العمالة متناسب؟ يعني هو صاحب العمل من الأفضل له اقتصاديا أن يأتي بعناصر كفاءة حتى تكون إنتاجية هذه العناصر جيدة وتؤدي الغرض من استخدامها. يعني هل من الممكن أن تغيب عن بال أصحاب العمل والمستخدمين أنه عندما يأتي بعناصر أمية وغير مدربة وغير كفءة سيكون المردود الاقتصادي عليه شخصيا في البداية مردود سيء، وبالتالي على المجتمع ككل مردود سيء؟ ما أدري إذا تحب تعرف على هذا النقطة. اعتقادي ان الموضوع طبعا بالتاكيد ان شخص العمل يهدف الى الربح. نعم. وضمن حساب التكلفه اخذ باعتبار اجور عماله معينه. نعم. لكن انا في اعتقادي انه في بعض المشاريع ناتج الى يمكن المبالغه في التكلفه الاساسيه. نعم. بمعنى اخر انه يهمه الانجاز اكثر ما يهمه وحده تكلفه الوحده الانتاجيه. بمعنى اخر لا يطمع يتمنى أن تكون الإنتاجية أقوى بحيث وفره أرباح يزداد، لكن نتيجة تحمل المشروع لتكلفة أكثر فهو يهتم بالعدد وبالكم، وبالتالي يهمه أن ينجز. نعم. حتى ولو كان الإنجاز يعني ليس هذا في اعتقادي التفسير الوحيد يعني. نعم. أما ما عدا ذلك فاعتقادي أنه عن عجز كما تفضل الأخ أحمد، ناتج عن عجز في تحديد الاحتياج ثم العجز في الاختيار. وإذا كان أخذنا الرقة النسبة اللي ذكرها أحمد فهي نسبة الحقيقة تدل دلالة على أن الوضع غير سليم وغير إطلاقا، وأنه يجب أن يبحث الموضوع بشكل جدي. إذا كان 55% من المستخدمين تقريبا أميين. نعم. وهم المفروض أنهم يأتوا للبلاد بعلمهم وتجربتهم والتكنولوجيا والخبرات، إذا هم ليسوا خبرات. نعم. الواقع هم عبارة عن يعني عناصر في أي مكان في نسبة كبيرة. نعم. وأعتقد أنه بصراحة لو شاهدت في الشوارع أحيانا أعمال النظافة أو أعمال أدوية بسيطة وجدت أعداد كبيرة جدا تؤدي عمل بسيط جدا بالإمكان أداؤه أما آليا أو بنوعية أجود من العمالة. فيبدو لي فعلا الحقيقة الآتية أنه نسبة كبيرة جدا من العمالة الموجودة في البلاد بإمكان البلاد تستغني عنها لو أحسن الاختيار. جميل. أنا يخيلني طال عمرك بأنه يعني هذا السؤال اللي طرح أو حتى يعني الموضوع كله اللي طرح حول مستوى العمالة يجعلنا نتساءل عن الإجراءات التي تطلبها الدولة للاستخدام. طبعا معنا الآن في الجلسة سعادة الدكتور الجنوبي مدير عام مكتب الاستخدام، اللي نسأل السؤال التالي: بالنسبة للإجراءات المطلوبة التي تتطلبها الدولة بالنسبة للاستخدام الاستخدام العمالة الوافدة، هل هي يا ترى إجراءات كافية؟ هل هي إجراءات مرنة إلى الحد المفروض أن تكون فيه؟ هل هي معقدة؟ نتمنى أن نتحدث عن هذا الموضوع. هو السؤال يا أخ ماجد بدي يعطيني فرصة أني أستعرض المقصود أو أطرح سؤال: ما هو الاستخدام؟ أو ما هو المقصود من الاستخدام؟ نعم. الواقع أنه الإجابة على السؤال بتتطلب أنه نقيس نسبة كثافة سكان المجتمع السعودي بالنسبة
المساحة في المملكة الشاسعة. نعم. طبيعي ما في تناسب. لذلك المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له جلالة الملك عبد العزيز كانت تعتمد اعتماد فعلي على عمالة أجنبية. فمثلا في المنطقة العربية كانوا بيعتمدوا على المتخلفين من الحجاج أو العمرة، وكانت منكم يذكر أنه كان في سهولة في الحصول على عمالة سواء أو الحصول على خدم في المنازل. نفس الشيء كانت المنطقة الوسطى بتعتمد على عمالة من دول كانت ظروفها الاقتصادية غير قوية. الآن تحسن ظروفها الاقتصادية، نعم. قل الاعتماد عليها من قبل المملكة. تدريجيا وبعد تنفيذ ما خطط التنمية اللي بدأت تدريجيا أصبح فيه إقبال على استخدام العمالة الأجنبية، بمعنى طلب يد عاملة من خارج المملكة غير متوفرة في المملكة. نعم. مرت الإجراءات باستخدام بمراحل طويلة، طبعا ما في داعي للإصرار هنا، ومرت تغييرات كثيرة، فأصبح بعد تنفيذ الخطة الخمسية الثانية هناك مشاريع حكومية ضخمة، سواء من حيث حجم المشروع أو من حيث الإنفاق المالي اللي رصد للمشاريع. صار في انعكاس في الواقع مش على العمالة أو طلب يد عاملة أجنبية، إنما كان في انعكاس على السوق الاقتصادية في المملكة بشكل عام. نعم. فأصبح في هناك إقبال على أو اختناق في السكن وفي الموارد المستلزمات الاقتصادية أو الحاجات المنزلية. اللي حصل إنه اضطرت الحكومة على أساس تنظم الأعداد الضخمة من العمالة الأجنبية أنها تعمل نوع من الإجراءات أو التعليمات والأنظمة اللي بتحدد كيفية استخدام العمالة الأجنبية. في الواقع أنه أنا ما أعتقد أنه أي جهة حكومية مسؤولة في المملكة بتحاول تصدر تشريعات أو تعليمات لتعقيد المواطن أو محاولة الإساءة إليه بشكل أو بآخر. جميع التعليمات أو التشريعات التي تصدرها الجهات الحكومية في تصوري ما وضعت إلا في خدمة المواطن، وهذه حقيقة المواطن يدركها. والمواطن السعودي الآن بيتمتع بامتيازات ما أعتقد في مواطن بيتمتع فيها، خاصة من حيث الحصول على حقوقه بصرف النظر على أداء واجبه كمواطن. نعم. في تصوري وفي تصور كثيرين أنه الإجراءات الخاصة بالاستخدام سهلة وميسرة، ووضعت بناء على تعليمات تخدم المصلحة العامة، وطبيعي المصلحة العامة هي مصلحة المواطن والوطن. جميل. لكن بكل أسف الكثير من المتصورين بأن الإجراءات معقدة هم عدم قناعتهم بأنهم يتمشوا مع هذه الإجراءات أو التعليمات. نعم. فيقول لك مثلا صدر تعليم تنظيم جديد، يقول لك أنا ما بدي التنظيم الجديد لأنه يشوف أنه في تصور ما لازمه، في الوقت اللي الحكومة بتشوف أنه في لازمة. نعم. أحب بطبيعة الحال ما أقدر أستعرض الإجراءات كلها لإجراءات طويلة. نعم. لكن أحب أعيد الموضوع أثاره مع الدكتور سعد الأخ أحمد، وهو نوعية العمالة أو المطلوبة. أنا في تصوري أنه المستخدم نعم. على جميع أو المستخدمين على جميع المستويات يدركون أنهم استخدموا إلى المملكة، لأن المملكة في حاجة إليهم سواء للعمل أو للمساعدة في تطوير المملكة إذا كانت تخصصات فنية عالية. نعم. أنا لا أطلب من الجماعة أو من المستخدم أنه يأتي إلى المملكة لمجرد أن المملكة في حاجة إليه في حدود تخصصه، لا بالعكس. أنا يهمني كمواطن سعودي أني أطلب من المستخدم مسلكه الحضاري. نعم. أبغى يسلك مسلك حضاري، ما أطلب منه أنه يعطيني الخبرات فقط، لا أطلب منه أنه يتصرف في حدود التصرف الحضاري. مثلا يسيئني جدا أني أرى مستخدم لا يحترم تعليمات الحكومة. نعم. سواء من حيث المرور أو من حيث عدم المحافظة على النظافة. نعم. يسيئني جدا أن أي مستخدم وبالذات الأوروبيين أنهم لا يحافظوا
على التقاليد والعادات العرفية الموجودة في المملكة، والتي بتصرفهم بتعطي اشمئزاز للمواطن السعودي. مثلا يسيء جدا يشوف أوروبي لابس الشورت وماشي في الشارع. نعم. في الوقت اللي احنا العنصر النسائي تكون المرأة تخرج متحجبة نعم. ومحاسبة، الطفل يحاول يقطع في تقليد معين. نعم. فيهمني بكرر مرة ثانية أنه المسلك الحضاري إلى جانب الخبرة والمعرفة العلمية أو القدرة الجسمية بالنسبة للمستقبل. جميل جدا. قد يكون دكتور يعني ما تفضلت فيه يلتقي بشكل أو بآخر مع ما قاله الأستاذ يحيى حول أنه في إحصائية تقول لك أنه نسبة كبيرة منهم أميين. هذا إذا أخذنا بعض شعوب دول العالم الثالث من القوى الوافدة، العمالة الوافدة التي تأتي إلينا، وقد لا يكون عذر لما قلت من بعض الشعوب الأخرى كالأوروبيين الذين لا يراعون المشاعر وهذا. الحقيقة أود أن أنطلق مما تفضلت فيه من إجابة عن يسر وسهولة الإجراءات في الاستقدام إلى نقطة. يا ترى هل لهذا اليسر والسهولة والتبسيط في المعاملات أثر في أني كمواطن أو أي مواطن آخر يمر في البطحة مثلا إذا كان في الرياض فيجد أعداد هائلة من العمال الذين يعني يراهم في رابعة النهار وفي كل وقت وهم جاهزين لمن يطلبهم من العمل، أو في أي مكان تجمع تجاري في جدة أو في المدن الكبرى في المملكة وفي كل المدن. يا ترى هل لسهولة هذه الإجراءات سبب، هل هي سبب، والتسهيلات في الاستقدام هل هي سبب في أن نجد هذه الأعداد مما نستطيع أن نسميه بالعمالة السائبة الغير مضبوطة؟ ألا يحق لنا أو ألا يجب بنا أن نتساءل، مع أنه هؤلاء العمال الموجودين على الأرصفة ليس لهم كفلاء؟ لهم كفلاء قولا واحدا. الكفيل لم يأتي بهذا المستقدم إلا لأنه له عمل معين قد قدم من أجله، فإذا كان خبير فيجب أن يكون في مكانه الطبيعي، فإذا كان عامل فيجب أن يكون في مكانه الطبيعي، وليس معروضا للطلب في أي وقت من الأوقات، إلا إذا كان هناك ولا أدري بعض الأنظمة التي تقول فلنأتي بعمال ونتركهم في الشارع لمن يود أن يأتي ويعني يستخدمهم. ما أدري الحقيقة، أنا أود من الدكتور العواجي بالذات لانعكاس هذا الموضوع على الناحية الاقتصادية والاجتماعية في البلد أن يتفضل الحديث عن العمالة السائبة. أولا اسمح لي، أنا أود أن أبدأ من حيث انتهى الدكتور أحمد لأنه هذا مدخل للموضوع. كل ما كانت إجراءات العمالة ميسرة كل ما استطاعت العناصر لسيء استخدام هذه التسهيلات تكثر. ونعرف أن وزارة الداخلية أعلنت عن أكثر من 300 مؤسسة أقفلت حقها في الاستخدام لأنها تتلاعب وتجيب عمال وتتركهم يعملون بطريقة غير نظامية ومخالف نظام على هذا. في اجتماع كان مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لمدة 10 أيام طرحنا على الأخوان في الغرفة أنه أنتم تتحدثون عن فئة معينة من رجال الأعمال اللي يتمتعون بإدراك ووعي، وهذا هؤلاء قصدت التسهيلات لهم. لدى مكتب الاستقدام ما يقارب 60,000 مؤسسة وشركة خلاف الأفراد كلها تستقدم. تلاحظ أنه كل ما يسرت كل ما كثرت الثغرات، لأنه كل من جاء بسجل تجاري والسجلات التجارية ميسرة والنشاطات تكتب بها بشكل واسع جدا، طبعا أصبح يطالب مكتب الاستقدام بإعطاء تأشيرات، ونتج عنها أنه يأتي لغرض لا لغرض تشغيله ولكن لغرض استغلال، إذا صح فهو استغلال للعامل الأجنبي. وهالمناسبة أوجه كلمتي للأخ الوافد أن هذا السعودي الذي يأخذ عليه نسبة ويأخذ عليه مبلغ أنه يستغله استغلال يتنافى مع أنظمة العمل ويتفاهم مع سياسة الحكومة، وهو بالتالي مخالف هو وكفيله لأنظمة المملكة. الأنظمة صريحة جدا بأنه ليس من حق أي إنسان يستخدم إلا أن يعمل لدى كفيله فقط. وحتى في حالة الإعارة هناك تعليمات تعرفها المؤسسات والشركات الإعارة بالتعاون مع وزارة العمل أو نقل الكفالة وفقا لنظم معينة. فبالتالي هؤلاء المتواجدين المملكة هناك فئة واحدة نعرفها، فئة العمال اليمنيين هم اللي مسموح لهم بالعمل بدون كفلاء في الأعمال العامة. أما خلافهم فليس لأحد عذر في الادعاء أو التصور بأنه العمالة
أنه من حق العامل من جنسيات أخرى أن يعمل حر وبدون كفيل. نعم. كل عامل يستخدم هذه بلاده بكفيل وملزم بأن يعمل لدى كفيل، ومن انتهى عمله منه واجب وفقا للنظام وهم يعرفون ذلك أن يعيدوا من حيث جاء لبلده. نعم. أو إذا كان تنطبق عليه شروط الإعارة والنقل أن يعيره أو أن ينقل كفالة بلده. لكن هذه التسيب هذا هو تسيب مخالف النظام، وهناك عقوبات تترتب عليه السجن والغرامة المالية على المستخدم. نعم. وعلى الكفيل وعلى العامل. نعم. فبالتالي التراكم هذا تراكم غير نظامي، يعني نختصر لك الإجابة، تراكم غير نظامي، وتواجد العمال من غير الفئة تلميذ بدون كفلاء وغير نظامي، لا من يشغلهم ولا من يسمح لهم بالعمل. نعم. ولا لهم أنفسهم. ما هي الإجراءات التي تتخذ للحد من هذا؟ أنتم كجهة هي المسؤولة المباشرة عن هذا الموضوع. تعرف أنه كان هناك عدة حملات اتخذت مشاركة الجهات المعنية، وجرى طبعا ترحيل يمكن أعداد كبيرة جدا، والآن الوزارة بصدد قيام بحملة شاملة تغطي كافة أنحاء المملكة أيضا لمحاسبة المخالفين، نسميه المخالفين، لأنه كنا نتكلم عن المتخلفين، الآن الواقع نتكلم عن المخالفين. ناس طبعا يستخدمون عمال، وعندما يتأخر مكتب الاستخدام ويطلب منهم مزيد من الوثائق وزيد من المعلومات، يدعون بأنه مكتب الاستخدام يعقب لهم، وهم الواقع لا يقصدون فيها ولا يضيفوا للعمالة الحقيقة الموجودة في البلد أي إضافة إيجابية. نعم، جميل. طيب، فالمثل الحقيقة الأستاذ اللي يحكي عن نقطة أخرى، إلا إذا أردتم أن تستكملوا موضوع العمالة. هو في الواقع دائما المواطن عليه مسؤولية كبيرة، وممكن القضاء على ظاهرة العمالة السائبة. طبيعي اللي بيستخدموهم أصبح استخدامهم مصدر رزق، لكن المواطن عليه مسؤولية كبيرة. نعم. اللي أقصده أنه أنا كمواطن وأحس مواطنيتي ليس من حقي أني أخذ عمالة من الأسواق العمال الحرة أو الأسواق العمالة السائبة. في حالة طلب العمالة معينة وفي حالة العمل معين يجب أن آخذ يد العامل بالطرق المشروعة، سواء عن طريق مكتب استخدام أهلي أو عن طريق مؤسسة تنفذ العملية أو عن أي طريق ثاني أو أستخدم حتى بنفسي. لكن كوني أساعد على انتشار التسيب، كوني ألجأ إلى هذه الظاهرة، أعتقد أنها تصرف غير إخلاقي من المواطن السعودي. ولو تيسر أو لو كل مواطن استطاع أنه يحارب أو يوجه من يسلك هذا المسلك لكان بالإمكان القضاء على العمالة السائبة دون تدخل الجهات الحكومية. جميل جدا. هل لهذا طبعا الحقيقة كلمتين على هذا. نعم. وأيضا اللوم الحقيقة يقع على الكفيل، لأنه لم يستخدم البلد عمالة سائبة أبدا. يعني الكفيل لم يحصل على عمالته إلا بعد ما قدم الإثباتات والبراهين من احتياجه. فكون صاحب العمل يترك العمال سائبين فيعني هذا أنه تدني شعور المواطنة لديه. وشيء آخر أنه لا تهمه، وأريد أن أقولها صريح، لا تهم مصلحة الوطن، لأن هنالك تعليمات يجب التمشى بها. فالأعمال السائبة هي مجرد إهمال وتراخي من صاحب العمل الذي يصرف عن المال السائب. هذه الملاحظة. هناك آثار يجب لا ننساها، ليس فقط يعني قضية مخالفة الأنظمة والتعليمات، لكن أيضا هناك خطورة حتى على الأمن الاجتماعي، على الناس. يعني عندما تترك عامل يتحرك ويتنقل بأي طريقة ويعمل بأي طريقة بدون أي ضبط وربط، بينما أنه استخدمته أنت كمواطن أو كمؤسسة من الخارج العمل لديك وفقا لوثائق احتياج محددة. طبعا أنا يعني في اعتقادي إنه المسألة واضحة، وأنا حتى أولئك الذين يدعون بأنهم لا يعرفون ذلك أنا في اعتقادي أقول إنه غير صحيح، لأنه كلنا أصبحنا نعرف إنه من يستخدم النظام ينص على أن يعمل لدى من يستخدمه، وإذا اقتنع عنه ينقل كفالته أو يعيده لبلده وفقا للأنظمة. نعم. لعل ذلك يعني يبدو لي ضيوفنا الكرام كلهم موافقين على أنه هذا الأمر مرتبط ارتباط وثيق بتنمية حس المواطنة لدى المواطن، تنمية الوعي الوطني. فإذا ما اصطدمت المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة، الحس الوطني والمواطنة ممكن أن يجعل هذا المواطن يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة الشخصية.
الأمر الآخر طال عمرك، عندما توضع خطط، طبعا يعني هذه الأعداد الهائلة من العمالة الوافدة لم توضع أو لم تأتي إلا بناء على خطط ماضية وضعت. أنه عندنا مشاريع كثيرة، عندنا نهضة وطفرة كبيرة قد يمكن ما شهدتها دولة، لذلك جاءتنا فجأة. يا ترى هل لم تأخذ هذه الخطط بعين الاعتبار بأنه عندما تزيد نسبة العمالة الوافدة عن حد معين فلا بد أن ينعكس ذلك سلبا أو إيجابا على المجتمع من حيث التأثر بهذه العناصر، وخاصة أنها عناصر في غالبيتها ربما تختلف عنا في كثير من الأمور، في العادات وفي التقاليد وفي كل هذه الأمور. حقيقة نقطة أتمنى أن يعني تعلق عليها. تفضل. أنا عندي الواقع الأرقام يعني هنا عن الاستخدام تبين مستويات العمالة. نعم. وتبين إنه يعني البلد أصبح فيها أعداد كبيرة جدا من الوافدين. البلاد أنا أعتقد لو مثل ما رجعنا النقطة الأولى لو كانوا اختيروا نسبة ضئيلة جدا منهم ذوي تخصصات. يعني هنا النسب عندنا هذه في الأرض 3 سنوات 1378 و1399 و1400. الهندسة تمثل 4% فقط، الفنية 11%، الشؤون المعمارية عمال بناء وشؤون البناء 27%، العمال العاديين 2%. المزارعين مع أنه الخطة التنمية بالذات الثالثة والخطة الثانية يعني أعطت الزراعة مكانة خاصة يعني وفي نشاط زراعي لا يمثل إلا 5% فقط، 5% من مجموع العمالة، بينما هي أعطت نسبة عالية جدا من قطاعات التنمية الاقتصادية. الخدم المنازل طبعا وإن يبدو الآن 3% المتوسط، لكن الخدم المنازل نسبتهم عالية جدا، بدليل أنه خرجت في العام 1400 نسبة الفلبينيين وهم في الغالب غالبيتهم يستخدمون لخدم منازل أصبحت عالية جدا عن أي فئة أخرى باستثناء الفئات الثابتة والمعروفة. فطبعا هذه ظواهر كلها يعني ظواهر تدعونا للمجموع ما استخدم في ال3 سنوات الماضية يبلغ 1,793,000. 1,700,000 في ال3 سنوات ما صدرت تأشيرات فيه في الغالب استخدمت. هؤلاء كلهم ما زالوا أم أنها عمالة وافدة متحركة فيهم من عاد وفيه من جاء بدله. في عام 98 543,942، في عام 99 606,000، في عام 1400 643,000. بمعنى آخر أنه حتى الرغم من كل ما يقال عن إجراءات الاستخدام البلد أصبحت من حيث العدد لا شك أنها متخمة من حيث العدد. نعم. المسألة الآن هو مسألة الكيف. نعم. أما العدد فلا شك أن البلاد متخمة بالأعداد هذه. وفي اعتقادي أنه المنشأ هم الناس، مؤسسات أو شركات أو أشخاص هم اللي يجب أنهم لأن يهمهم إذا خسروا إذا جابوا عمالة رديئة أول من يخسر هم. نعم. إنتاجية رديئة. نعم. هم أيضا يخسرون كمواطنين إذا كان لهذا أي آثار معينة. المزاحمة على نتكلم عن خطة التنمية، خطة التنمية نرجو أنها ما تحول إلى أنها تحمل في طياتها أو ينتج عن تنفيذها ما يتعارض مع أهدافها توفير الرخاء والتنمية المواطن السعودي. نعم. وهذا لا مساس برغبة المملكة في توفير الراحة لكافة الوافدين. نعم. لكن الهدف هو المواطن السعودي والهدف هو الوطن. جميل. ليس الهدف. فبالتالي عندما نعمل ضغط على الخدمات والمرافق السكن الخدمات الكهربائية النقل التعليم الصحة كل ما استخدمنا مزيد من الناس وخاصة المستويات اللي تكلم عنها الأخ أحمد وعن المستوى كل ما كانوا عبء أكبر على الخدمات، والخدمات هي أهم مرافق التنمية اليوم الواقع اللي فيها انفاق مباشر والخدمات قصد فيها المواطن. فإذا طرحنا منافسين آخرين مع إنتاجية خاصة لو الإنتاجية القليلة، وهذا لا ينطبق على كافة المستخدمين، هناك مستخدمين كثيرين جدا يسهمون إسهام إيجابي من كافة الجنسيات، يسهمون إسهام إيجابي في تنمية البلاد. نعم. وهؤلاء المملكة وضعت كافة التسهيلات لجعل بقائهم بقاء مستقر ومريح. نعم. لكن لذلك لا نتكلم يعني احنا نرجو انه لا نفهم لان نتكلم عن السلبيات فقط. نعم. يعني البلاد ايضا فيها اعداد كبيرة جدا من العمالة الوافدة عربية بالدرجة الاولى والبلدان الاسلامية واوروبية
أو غربية كلها فئات منتجة وجيدة. وتسهم إسهام إيجابي في عمليات تنفيذ خطط التنمية. لكن نحن فقط نتكلم عن المجموعات اللي ليست صغيرة، ولكنها مجموعات هي يمكن تمثل المشكلة وتمثل يعني اللي هي أثارت التساؤلات منها هي الفئات اللي إنتاجيتها ضعيفة. نعم. الحقيقة أود أن أسأل الأستاذ يحيى عن مدى استفادة العمالة الوافدة في الواقع من الإجراءات الحكومية من الأنظمة المعنية. نضيف حاجة. تفضل. الحقيقة أنه الاستخدام فيه إيجابيات وسلبيات كثيرة. الإيجابية اللي الوحيدة فقط اللي هي الاستفادة من تنفيذ من الاستفادة من المستخدمين في الإسهام في تنفيذ المشاريع التنموية. ما أعتقد في أي إيجابية ثانية. لكن لو جينا وهو هذا جواب على سؤالك له تأثير على المجتمع السعودي. سلبيات الاستخدام كثيرة جدا. أنا ما بتعرض للنواحي الأمنية طبعا، لكن بتعرض للنواحي الاقتصادية والاجتماعية. في سلبيات اقتصادية بتشكل عبء كبير على الدولة. الأهم من كذا السلبيات الاجتماعية اللي الآن بدأت بتغير في تركيب المجتمع السعودي. يعني أنا متصور أنه أي بيت الآن يمكن خلينا نقول 25 ل 40% من المساكن السعودية فيهم سواقين وشغالات غير مسلمات وغير عربيات. بيحصل انه بيتاثر المنزل بشكل او باخر بالعنصر الجديد اللي هو دخل على البيت. الشيء الثاني التركيب الاجتماعي اللي كان في المملكه من حوالي 6-7 سنوات. البنيه الاجتماعيه اللي كانت قبل نظام العمل الآن يطبق على كل أجد العاملة في بلادنا. ليس هنالك تفرقة في الجنسية ولا الجنس ولا حتى الدين. وهذا المبدأ منطلق من التشريع دستورنا الذي ينطلق من الشريعة الإسلامية يأخذ هذا المبدأ عدم التفرقة. فنظام العمل كفل حقوق العمال بالتساوي والمساواة، وأيضا جعل الحماية لكل الجنسيات والعمالة التي تقع تحت الرقابة. فهذا منطلق المساواة. ليس هنالك إلا فيما يتعلق بأولوية التوظيف، فهذه بطبيعة الحال متروكة للمواطن، ودائما نطالب في أولوية المواطن في الحصول على العمل، لأنه المواطن هو الذي سوف يحمل على عاتقه التنمية هو وأقرانه من خلال بلاده. والمملكة العربية السعودية دائما تبحث عن كل ما هو جديد ومفيد. فبلادنا تحضر مؤتمر العمل الدولي في جنيف الذي يضم 143 دولة، وهذا يبين مدى رغبة بلادنا في توثيق الصلة بما يستجد بكل ما يخدم نطاق العمل والعمال. فهذا دلالة على أننا نسعى دائما لإيجاد جو عملي مستقر لأجل أن تؤدي الأعمال واجباتها. ومن هذا المنطلق فنحن دائما نحاسب على الإنتاجية. أيضا ناقش أصحاب العمل، نقول طالما أن هذه الأنظمة التي أسعدت الكثير من البشر الذين يفوزون إليها، طالما نحن نوفر لهم هذه المكاسب وهذه الحقوق وهذه الشروط والمستويات المتصورة، فمن باب أولى أن نطالبهم بتحسين الاختيار وسحب الإنتاجية، الاستفادة من كل ساعات العمل. هذا شيء مهم جدا، لأننا نعمل بسرعة فائقة ولدينا مشاريع هائلة، فلا يمكن أن نحن نتناسى في خضم البحث عن يد عاملة نتناسى موضوع الإنتاجية. هي الحقيقة الكل في الكون. الحقيقة ما أدري أحد من الأخوان يريد أن يعلق على ما قال الدكتور الأستاذ يحيى.
ننتقل إلى ناحية الحقيقة يعني سمعناها أكثر من مرة، ولا بد بأن ضيوفنا الكرام سمعوها أيضا، وهي ناحية تحديد استقدام عائلة المستقدم بشروط معينة وبضوابط معينة. طبعا المملكة في دورها القيادي وفي وثبتها استقطبت ليس كثير من الفرحين بها أيضا، ولكن كثيرين من الحاسدين والمتحفزين والذين يتربصون بأي إجراء من هذا القبيل ليفسروه على هواهم، وقد يأخذون ذلك لأنه ناحية غير إنسانية أن نحدد للمستقدم أن يأتي بعائلة إلا إذا كان راتبه كذا وإلا إذا كان وكذا وكذا وكذا. لعل أطرح هذا السؤال على دكتور العواجي. طبعا في الماضي كانت حجم العمالة المصورة له كانت حجم قليل جدا، ولذلك التساؤلات ما كانت واحدة. المملكة عندها خطة تنمية تقوم على توفير تنمية مواردها وتوفير خدمات لمواطنيها. طبعا هي ضمن استراتيجيتها البعيدة انه تحرص على انه استخدام العناصر الوافدة بالحد الادنى اللازم. فعندما طبعا بدا يكثر عدد الوافدين بدأت المملكة تعيد النظر بإجراءاتها الداخلية. هذه الإجراءات الداخلية تحت متبعة في كثير من البلدان العالم، بلدان عربية وغير عربية، تضع حدود لتنظم يعني الشروط والوضع اللي ممكن للعامل الوافد أن يعمل بها. هل يستخدم عائلته؟ ليست المملكة جديدة فيما تعمله من إجراءات، طبعا هي تمدد إنما تستمد قراراتها من احتياجاتها. هناك العلاقة كما تحدثت في أول الاجتماع الندوة أنه علاقتنا بالوافدين علاقة مستمرة، ولذلك من المصلحة كان أن تحدد الشروط الصفة المطروحة في العمل إطار. فوجدت المملكة أنه لأنها تحتاج إلى الوافدين من مختلف الجنسيات ومختلف المهن، فهي قررت بعد دراسة مستوفاة أن تحدد ما هي المهارات وما هي المهن التي تتحمل الدولة فيما تقدم من خدمات استيعاب أو أسرة. فبالتالي بناء على ذلك حددت كافة المهن الفنية بدءا بالأساتذة والمدرسين والدكاترة والفنيين والمهندسين وذوي التخصصات النادرة، وقالت من حقهم أن يستخدموا زوجاتهم وأولادهم. ما عدا الآخرين فهي لم تمس حقهم. هناك أنظمة تعطي الإجازات حكومية وأنظمة القطاع الخاص كلها تعطي الأفراد طبعا حق تمتع بإجازات لا تقل عن شهر وتصل إلى شهرين أو أكثر في السنة مدفوعة. بالإضافة إلى هذا هناك طبعا نظام يجيز لأي وافد أن يطلب زيارة أسرته له في خلال فترة معينة، يستطيع أن يطلب زيارتها مكتب الاستقدام. مكتب الاستقدام لديه تعليمات بإجازة ذلك. فمعنى أنه الاجتماع بالأسرة متوفر سواء من خلال الإجازة أو من خلال الحضور للزيارة. أما البقاء فأعتقد أنه المملكة لم تشد عن ما يتبع في كافة بلدان العالم، وهي تحدد مقدما الشروط. إذا رغب الأخ الوافد أن يقدم هذا الشروط فأهلا وسهلا به، وإذا وجد أنه لا يستطيع أن يعيش بدون أسرته وهو ليس من الفئات التي حددت البلاد حاجتها له فهو حر في أن لا يقدم، ونحن أحرار في أن لا نغير أو أنظمتنا وتعليمات ومنطلقاتنا ونعمل ضغوط على الخدمات والمرافق المختلفة لأجل الشعوب الأخرى. فالوافدين في البلاد يمثلوا ما يقارب 100 دولة، ولا نستطيع أن نحل المشاكل الاجتماعية لهؤلاء كلهم. أعتقد هذه القضية يجب تكون واضحة وعملية للمواطنين والوافدين سواء يدركونها ويتعاونون معنا على يعني تحقيقها بدون أي مزايدات. هل من تعليق على أنا أحب أضيف اللي قال الدكتور إبراهيم إنه في الواقع اللي التعليمات هذه درست معرفة الدكتور دراسة مستفيضة رعيت فيها ظروف المملكة الجغرافية وظروفها الاقتصادية والخدمات المرافق العامة. وقبل ما تنشر التعليمات كانت التعليمات في الواقع مطبقة، وما فيش حد اشتكى منها، كل واحد قال الواقع. بس لما كانت وزارة الداخلية جريئة وأعلنتها الناس بدأت تتظلم. وأحب أضيف حاجتين. الحاجة الأولانية إنه اسمعنا بالذات المملكة إذا أثر التشريع معين يحمي مصلحة المواطن والوافد في نفس الوقت بيصير فيه ضجة كبيرة، مع أنه الملاحظ اللي
الحكومة البريطانية غيرت نظام الجنسية والإقامة خلال 10 سنوات حوالي 20 مرة. نعم. آخر شيء كان حصل أنه الحكومة البريطانية قالت الناس السياح والأجانب المسلمين ما بيشمل نظام التأمين الصحي. جه العالم ما قال لما الحكومة الإنجليزية حمت المواطن مناسبة الشخص الوافد. نعم. الناس ما قالوا ليه الحكومة بدك تخلي الناس يموتوا من المرض. نعم. الشيء الثاني اللي أحب لا الحقيقة أنا هذا السؤال بالذات دكتور احنا يمكن عندما طرحنا السؤال أجبنا عليه في نفس الوقت، أنه الدولة المملكة العربية السعودية الآن في طفرتها وفي نهضتها الجبارة، ليس فقط لها فريحين من الأصدقاء ولكن لها كثير من الأعداء والفساد الذين يتربصون بها مثل هذه الأنظمة الداخلية التي لا يناقشها فيها أحد بحقها لينفذوا منها إلى نوع من تفسير. لا أنا أحب أعلق على حكاية الناس اللي أثارهم من ناحية دينية، قالوا إنه من ناحية دينية هذا ما يجوز، والإسلام طبعا إنه بيشجع على تواجد الإسلام. المملكة طبعا بتطبق التشريع الإسلامي ويهمها أن الموافد يستقر ماديا كما أنه يستقر أسريا، لكن لا ينسى الناس اللي بيقولون إنه هذا فيه تجني على الوافدين من ناحية دينية، لا ينسوا إنه في أثر يقول لك إذا حلت ضرورة حلت المحرمات. اللي حصل انه ما في ضروره الا ضروره لحمايه المواطن والتخفيف الضغط على المرافق العام، ولا اعتقد انه الوافد اللي عنده اجازه وعنده امكانيات انه بيأثر عليه. الحقيقه يمكن ما باقي عندنا في الشريط الا دقيقه واحده، وهذا يعني لا يسمح باي شيء الا ان اشكركم جزيل الشكر، اشكر ضيوفنا الكرام واعترف بانه هذه الساعه لم تكن كافيه لاستيعاب الموضوع من كافه جوانبه، ولكن لنا أمل إن شاء الله بلقاء قريب قادم نستكمل فيه جوانب أخرى حول موضوع العمالة بوجهيها، العمالة الوافدة والعمالة المحلية. أيها السادة، في نهاية هذه الحلقة أشكر جدا ضيوفنا الكرام معالي الدكتور إبراهيم العواجي وكيل وزارة الداخلية، وسعادة الأستاذ أحمد حمد اليحيى وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل، وسعادة الدكتور أحمد إبراهيم الجنوبي مدير عام مكتب الاستقبال، على تفضلهم بالمناقشة في موضوع ندوة الأسبوع لهذه المرة وكان عن العمالة الوافدة. شكرا أيضا لمشاهدتكم ومتابعتكم، ونلتقي بإذن الله.